ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. طبعا، ناس كتير بتسأل، يعني ايه اي جولة او افضل جولة نعمل فيها خاصية الوايلد كارد، وافضل وقت نعمل فيه خاصية البنش بوست. من الاخر كده يا شباب، افضل توقيت لتفعيل خاصية الوايلد كارد هو الجولة السادسة، وأفضل توقيت لتفعيل البنش بوست هو وراه مباشرة الجولة السابعة. يعني الجولة السادسة هنستخدم الوايلد كارد، والجولة السابعة هنستخدم البنش بوست. وأقول لكم ليه الجولتين دول ورا بعض بالذات. لعدة أسباب. أول حاجة عشان ما يبقاش في مسافة يا شباب بين الجولتين، فتظهر إصابات كتيرة أو تظهر مثلا مشاكل كتيرة في الفرق، أو يحصل طرد لواحد يكون معاك أنت اخترته في الوايلد كارد، أو واحد مثلا مستواه يقل فيتغير. لكن لما تكون الجولتين ورا بعض، خلاص اللعيبة هتبقى نفس الفورمة بتاعتها، نفس التركيز، نفس كل شيء، مش هيبقى فيه غيابات كتيرة، مش هتبقى فيه إصابات كتيرة. عشان كده انا شايف ان الجوله السادسه والجوله السابعه دول افضل افضل خاصيتين تستخدمهم في السته والسبعه. طيب هيكون شكل الخاص ازاي، او اي فرق اللي هنبدا نعتمد عليها؟ زي ما انتم شايفين كده يا شباب، احنا هنعتمد في الوايلد كارد على 5 فرق. 5 فرق هيكون فيهم منهم 3 فرق اساسيه وفرقتين، يعني هنكون كده ناخد منهم لاعب او اتنين على حسب الحاجه، تكون عندهم مباريات سهله في الجوله السادسه والجوله السابعه. زي ما انتم شايفين كده يا شباب قدامكم. احنا عندنا 3 فرق، عندنا توتنهام، وعندنا المان يونايتد، وعندنا استون فيلا. توتنهام في الجولة السادسة هيقابل ويلفرهامبلتون. طبعا مباراة ولا أروع إن يكون عندك 3 من توتنهام قدام ويلفرهامبلتون. طبعا الفريق متوقع يحرز أهداف، وفي نفس الوقت في إمكانية للكلين شيت. طيب توتنهام هيلاعب ويلفرهامبلتون في الجولة السادسة اللي هنعمل فيها الوايلد كارد، وفي نفس الوقت هنستفيد بلاعبتها في الجولة السابعة في البنش بوست، على أساس إنهم هيلاعبوا ليدز يونايتد اللي هو طبعا من أقل الفرق في الدوري الموسم ده. يعني توتنهام عنده جولتين حلوين اللي هم الستة مع ويلفرهامبلتون والسبعة مع ليدز يونايتد. هنفعل الوايلد كارت في الجولة الستة، وهنستخدمهم في البنش بوست في الجولة السابعة عشان نقدر ناخد منهم نقط كتير. تاني فريق معانا يا شباب زي ما انتم شايفين قدامكم هو مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد عنده في الجولة السادسة برينتفورد، وكلنا عارفين ان برينتفورد الموسم ده مش افضل شيء. بعد طبعا ما مشى ايزي. قصدي بعد ما مشى، يعني عندك لعيب زي مبيمو مشى منه، وعنده كمان ويسا مصاب، عنده غيابات كتير حتى على مستوى خط الدفاع. فالفريق تحس ان هو فاضي ومستباح دفاعيا. عشان كده انا شايف ان فريق زي مان يونايتد عنده الجوله السادسه مع برينتفورد، فعشان كده هنستخدم اللعيبه بتاعته في الوايلد كارد. كمان مان يونايتد بعد الجوله السادسه مباشره ان هو برينتفورد عنده الجوله السابعه ساندرلاند. يعني ما شاء الله، عنده جولتين ممتازين، واحده هنستخدم فيها الوايلد كارت زي ما قلنا الجوله السادسه، وفي الجوله السابعه هنستخدم لعيبه المان يونايتد في البنش بوست. طبعا هنختار منه 3 لعيبه، انت براحتك بقى. عايز مثلا 2 منه في الهجوم كونيا ومبويمو، وعايز مثلا امادو ديالو، وعايز طبعا دورجو في الدفاع. المهم دي هنسيبها على حسب ظروف المباريات، لما تيجي في الجوله السادسه هنشوف مين اللعيبه الموجوده، مين اللعيبه اللي ما عندهاش اصابات، مين اللعيبه اللي مش ما عندهاش غيابات، مين اللعيبه اللي مستواها كويسه، وهنبدا نختار منهم. الفريق الثالث يا شباب زي ما انتم شايفين كده قدامكم هو استون فيلا. استون فيلا عنده المباراه في الجوله السادسه مع فولهام، يعني الى حد ما كويس، ممكن نقدر نستفيد منهم، وخاصه على مستوى الهجوم. يعني واحد زي واتكنز، واحد زي روجرز، واحد زي بايلي اذا رجع من الاصابه. يعني في الناحيه الهجوميه سهل ان احنا يعني نختار منهم ونعتمد عليهم في الجوله السادسه. وفي نفس الوقت في الجوله السابعه هنستخدمهم في البنش بوست، عندهم مباراه ممتازه جدا جدا جدا، هيقابلوا بيرلي. فعشان كده يا شباب هم دول افضل 3 فرق نستخدمهم وايلد كارد للجوله السادسه، عشان نختار منهم لعيبه للجوله السابعه. يعني المفروض كل فريق من دول توتنهام ومان يونايتد واستون فيلا نختار منهم 3 لعيبه من كل فريق، على اساس يشاركوا معانا في الوايلد كارد، فنقدر نحصل منهم نقاط كتيره في الجوله السادسه. والجوله السابعه على طول مباشره نفعل منهم فيهم يعني على طول البنش بوست، على اساس ال3 فرق هيلاعبوا اضعف 3 فرق في الدوري. توتنهام هيلاعب ليدز يونايتد، مانشستر يونايتد هيلاعب ساندرلاند، واستون فيلا هيلاعب بيرلي. علشان كده يا شباب افضل وقت لتفعيل الوايلد كارت وراه البنش بوست زي ما قلنا الجوله السادسه والسابعه. خلاص كده اتفقنا يا شباب، عندنا 6 لعيبه، قصدي 9 لعيبه من ال3 فرق دول. طيب هنبدا نختار بعد كده. ندخل هناخد مثلا، شوفوا يا شباب كمان، بعد كده هناخد عندك من فريق زي الارسنال. الارسنال يا شباب هيكون عنده في الجوله السادسه، مش مشكله، هو هيكون عنده مين في الجوله السادسه. كده كده احنا زي ما قلنا متفقين ان احنا هناخد 9 لعيبه
من توتنهام ومان يونايتد واستون فيلا على اساس يلعبوا معانا البنش بوست، وكمان الوايلد كارد في الجوله السابعه، السادسه قصدي. انا مش محتاج لاعب من ارسنال يلعب معايا الوايلد كارد، لا انا محتاجه بس على الاقل للبنش بوست اللي هو في الجوله السابعه. وطبعا لعيبه الارسنال في الجوله السابعه هتقابل ويست هام، وكلنا دلوقتي شايفين مستوى ويست هام في الدفاع ازاي سيء جدا وبيدخل فيها اهداف كتير. عشان كده انا محتاج لاعب او اتنين من الارسنال في مباراه زي ما قلنا اللي هتكون فيها البنش بوست. طبعا عندك ايزي راح للارسنال، لعيب هيكون اساسي ممتاز. عندك ساكا هيكون ان شاء الله رجع من الاصابه. عندك جيوجريس، عندك برضو تيمبر، عندك بن وايت، عندك سليبة، عندك لعيبه كتيره. على حسب ما هنشوف يا شباب من هنا للجوله السادسه والسابعه هنشوف مين الافضل ومين الاساسي، وهنبقى نختاره معانا على اساس يكمل معانا في الجوله السابعه كبنش بوست. انا زي ما قلت لك واخد لاعب الارسنال لان لازم يكون عندي منهم واحد او اتنين، بس مش محتاجه في الجوله السادسه، لان انا عندي طبعا السادسه الوايلد كارت، اللعيبه اللي عندها مباريات سهله امام ليدز يونايتد وامام ساندرلاند وامام بيرلي، هم دول الفرق اللي هنحط منهم 9 لعيبه يلعبوا الثلاث مباريات دول. فيكون عندي فرد او اتنين من الارسنال موجوده على دكه البدلاء في الجوله السادسه على اساس انا محتاجها في الجوله السابعه كبنش بوست. طبعا البنش بوست بيتحسب لك نقاط كل اللعيبه سواء اللي الاساسيه او الاحتياطي. طيب عندك كمان يا شباب في حاجة مفارقة غريبة جدا في الجولة السادسة والسابعة، عشان كده أنا ما اخترتش حد من ليفربول في الجولة السادسة والسابعة للوايلد كارت والبنش بوست. كده كده أنت طبعا عملت الوايلد كارت فيكون عندك تغيير مخليه معاك، وفي الجوله السابعه هتكون فعل البنش بوست هم نفس اللعيبه بتوع الجوله السادسه، فيكون عندك تغييرين. ممكن في الجوله الثامنه على طول تستفيد بالتغييرين انك ترجع لاثنين من ليفربول على حسب راحتك وعلى حسب الفلوس اللي معاك. عايز طبعا واحد زي ايكيتيكا، عايز واحد زي صلاح، عايز واحد زي جاكبو، عايز حد من الدفاع، ده ترجع لراحتك انت. وزي ما قلنا على حسب الافضل في المرحله دي هنقول احنا نختار مين. لكن زي ما قلت لك المفارقه الاخيره الغريبه ان فريق زي ليفربول عنده الجوله السادسه والسابعه اللي احنا هنستخدم فيهم طبعا الوايلد كارت والبنش بوست، عندهم هيلعبوا كريستال بالاس في الجوله السادسه ويلعبوا تشيلسي في الجوله السابعه. طبعا مباراتين ولا اصعب. كريستال بالاس زي ما شفنا قدر يفوز على ليفربول، وكريستال بالاس مستواه كويس، وعنده تشيلسي برضه صعب. فعشان كده احنا الجوله السادسه والسابعه هنبعد عن لعيبه ليفربول وهنستخدمهم في الجوله الثامنه. هنشتري منهم اثنين، كده كده هيكون معانا تاخيرين فهتكون العمليه سهله ومش هنخسر اي نقاط. عندنا كمان يا شباب فريق برضه لازم يكون عندنا منه لاعب او اتنين في البنش بوست، اللي هو طبعا واحد زي هالاند. هو اللاعب الوحيد المضمون في فريق طبعا زي مين؟ زي مانشستر سيتي. لو ظهرت لعيبه كويسه زي ما قلت لك على حسب ظروف المباراه ولعيبه بدات تكون اساسيه ومستوى كويس هناخدها معانا في البنش بوست ان شاء الله. كمان ميزه هالاند في الجولتين اللي هم السادسه والسابعه اللي احنا هنحطه في الوايلد كارد، عنده مباراتين متوقع يحرز فيهم يعني لا يقل عن 4 أهداف، اقل شيء 4 اهداف يا شباب، لانه هيلاعب في الجوله السادسه. يعني واحد زي هالاند هيلعب في الجوله السادسه امام بيرلي، طبعا من اضعف الدفاعات واضعف الفرق، متوقع ان الراجل يحط فيها ممكن يحرز هدفين. طبعا عنده كمان في الجوله السابعه برنتفورد، وزي ما قلنا برنتفورد الموسم ده ضعيف دفاعيا، عشان كده لازم يكون معانا هالاند. زي ما قلت لك في البنش بوست في الجوله السابعه لازم يكون معانا هالاند اللي عنده بيرلي وبرنتفورد، ولازم يكون عندنا فرد او اتنين من الارسنال اللي عندهم برضه ويست هام في الجوله السابعه. يعني في الجوله السابعه هيكون عندنا برنتفورد سهله انك تستخدم هالاند في البنش بوست، هيكون عندنا ويست هام انك تستخدم واحد زي جوجرس او واحد زي ايزي او واحد زي ساكا. عندنا كمان توتنهام هيقابل ليدز يونايتد، عندنا مان يونايتد هيقابل ساندرلاند، عندنا استون فيلا هيقابل بيرلي. عشان كده الجوله السابعه هتكون ممتازه في البنش بوست ان انت تختار 3 من الفرق الكبيره توتنهام مان يونايتد استون فيلا يلعبوا ليدز وساندرلاند وبيرلي، وفي نفس الوقت هيكون عندك هالاند اللي عنده بيرلي وبرنتفورد جوله سهله، وعندك حد من الارسنال الجوله السابعه سهله. وعشان كده دول افضل جولتين يا شباب هتستفيدوا بيهم بعدد من النقاط لو ربنا ساهل والعمليه ظبطت مع الناس. على ما اعتقد ان الجولتين دول اللي هي السادسه والسابعه باستخدام الوايلد كارت ووراه مباشره البنش بوست ممكن يعني الجولتين دول يرفعوك جامد في الترتيب وتجيب نقاط وتفرق عن ناس كتير. غير كده يا شباب ما ينفعش نستخدم الوايلد كارت في التوقيت اللي احنا فيه، كلها مباريات صعبه. ما ينفعش نستخدم الوايلد كارت في الجوله الرابعه لان احنا عندنا طبعا فرق كبيره هتلعب بعضيها زي مثلا وليكن مثلا ليفربول وارسنال، وعندك المان سيتي مستواه مش كويس، عندك طبعا استون فيلا مستواه مش كويس، فبالمر مصاب، ساكا مصاب. فده التوقيت اللي جاي ده مش توقيت الوايلد كارد لان احنا مش هنعرف نختار لعيبه براحتنا، بل بالعكس هي جوله ممتازه جدا ان احنا نفعل فيها الفري هيت في الجوله الرابعه. عندنا فرقه عندها مباريات سهله كتير زي نيوكاسل، تاخد 3 من نيوكاسل
وتاخد مثلا اتنين او تلاتة من توتنهام اللي عندهم بورنموث. طبعا نيوكاسل هيلعبوا تقريبا ممكن بيرلي، وعندك برينتفورد تعتمد منه على الدفاع هيلاعب فريق تقريبا زي ساندرلاند، وعندك كمان في فريق فيهم هيلاعب ليدز يونايتد، وتقريبا نيوكاسل هيلاعب ليدز يونايتد. يعني المهم ان في لعيبه كتيره تقدر تستفيد منها في الفري هيت في الجوله الرابعه. اما الوايلد كارت والبنش بوست لازم استخدامهم يكون في الجوله السادسه والسابعه. نتمنى التوفيق للجميع يا شباب، وحاولوا تركزوا في الكلام اللي احنا بنقوله، الكلام ده مهم، الكلام ده طبعا بيعليك في الترتيب. ونتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.